ساندويتش بافلو الدجاج. هذه عالية البروتين وقليلة بالسعرات. وصفة لذيذة، طريقة التحضير جدا سهلة، والطعم لذيذ، وترى خفيفة بالسعرات وكثيرة بالبروتين. بسم الله نبدأ. وبطبخ الدجاج بقدر الضغط. اليوم بسوي اسلوب الطهي على حرارة هادية، ترى يفرق كثير من ناحية قوام الدجاج نفسه. صدور دجاج، بضيف على الدجاج بصل وثوم، ورق غار، فلفل أسود، مرق دجاج. المرق فيه ملح. سكر قدر الضغط. أول ما يضغط بهدي الحرارة بالحيل، يعني يا الله يتس، وبخليه 10 إلى 15 دقيقة. نسوي صوص البافلو، هو عبارة عن شطة وزبدة وعسل، تحريكة بسيطة. نضيف الشطة، ورشستر شاير صوص، نقلب كل المكونات مع بعض. ملح وفلفل أسود. صوص البافلو جاهز. زبادي، بقدونس شوي، وشبت شوي، بودرة بصل وثوم، فلفل أسود، رشة ملح، عصرة ليمون. صوص لذيذ وصحي كذلك. طبخت الدجاج تقريبا 10 دقائق. شوفوا على نار هادية مرة. بسم الله. شوفوا صدور الدجاج. نقطع صدور الدجاج، بنتفه تنتيف بس أبي له قوام، يعني يبي قطع كبيرة تصير. نضيف عليه صوص البافلو على طول وهو حار، ونقلبه. لذيذ جدا. ولو شفتوا كمية الشطة، ترى الشطة العادية هذه ما هي حارة مرة. نضيف الصوص تحت. دجاج البافلو، بسم الله. جبن شيدر أبيض بالفرن، بعطيه وجه تحمير حتى الخبز اللي فوق يتحمص. ساندويتش دجاج البافلو جاهز. يا عيني، لذيذة لذيذة جدا وخفيفة.